السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان على الأبواب. آم، قلت أقدم لكم حاجة مختلفة غير الكروشيه، ونعمل حاجة حلوة لأولادنا. الأول نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حبيبي يا رسول الله. بصوا كيكة البرتقال جميلة وخفيفة واقتصادية، وهتعجبك ومش هتبطلي تعمليها لأنها تنفع في الفطار وفي رمضان بعد الفطار، يعني تصبير على بال ما يجي السحور. تعالي كده أقولك المكونات بتاعتها ايه. كوباية برتقال، عصير برتقال مركز من غير أي مية. برتقال بلدي اللي هو الحادق ده بيبقى جميل جدا في الكيكة. وبعد كده كوباية سكر واتنين دقيق وفنجان زيت، عشان كل ما يكون الزيت قليل كل ما تبقى الكيكة خفيفة وحلوة. 3 بيضات. بيكنج باودر. طبعا انا مش هحط فانيليا لاني انا عايزة وقصده ان انا اعمل ايه بقى بالمبشور بتاع الايه قشر البرتقال، عشان بيديها نكهة وبيديها طعم جميل جدا جدا. ما تخافيش انها تمرر، مش هتمرر. تقولي لا ما احطش قشر برتقال هيخليها ممررة وطعمها مش حلو، بالعكس ده هيديها نكهة جميلة جدا وهيديها طعم مميز. تعالي اقولك بقى هنعملها ازاي. هي كيكة بسيطة جدا، وزي ما احنا بنعمل الكيكة بتاعتنا العادية. هنضرب في الخلاط، هناخد عصير البرتقال المركز وهناخد الزيت وهناخد السكر وهناخد ال3 بيضات. وبرضو المبشور مش عايزاكي تحطيه في السوائل، خليه بعدين نحطه مع الدقيق. هنضرب بقى العصير والزيت والبيض اوكي والسكر، هنضربهم في الخلاط. وبعد كده بعد ما نضربهم نكون مجهزين الدقيق وحاطين فيه البيكنج باودر وايه والمبشور بتاع البرتقال. بعد كده بعد ما نضرب نخلط الدقيق على المخلوط بتاع البرتقال اللي بالزيت والسكر والبيض، ونضربها كويس لحد ما تتماسك ويبقى قوامها حلو ومظبوط، زيها زي اي كيكة بتحطيها في الفرن على أو ممكن مايكروويف يكون أفضل، على 160 درجة. وبعد كده هتدوقيها وهتديلي الريحة خطيرة والطعم جميل جدا وطعمها مميز، وهتدعيلي وكل سنة وانتم طيبين. ويلا بقى أشوف الشكو على خير. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. يلا، السلام عليكم.